ندمت على الجاي. ملا خرجة وملا رحلة شط المقاسب معتمدية نفزة ولاية باشا. المقاسب تقريبا سموها المصعب من وعورة الطريق أو البيست. الحمد لله كرهبتنا جت رباعية الدفع، حل سحري استنجد به صديقنا لطفي باش ينجم يكمل الطريق. كل دورة نقول وصلنا، لكن الطريق الغابية والجبلية الملتوية مازالت طويلة. زعما هذه الطريق، خاصة وأنه ما ثم حتى علامة تدل عليها بعد سد سيدي البراق وطريق شط الزويرة نفزة اللي خليناها التالي. ظاهر لي هذا هو حال اللي ضايع في الطريق. أما الحمد لله عكس الأغنية عندي رفيق صحيح، ما عنديش حتى دليل في الجبل وفي الغابة، أما إن شاء الله تسلك وكهو. وأخيرا ظهر الدليل، لكن ايش يعمل بالسطور في ديه زعما؟ هي تو تدور بسطور في الغابة باش مبرمج. مبرمج هذه معناها على الماعز، ربما ذيب حاجة. موجودة ذيوبة؟ ذيوبة ياسر. ياسر والله ياسر بالذات. يخطف لكم قداش مرة؟ قداش من مرة ياكل لنا. الطريق القدروني من هنا قداش يبعد عليكم؟ من للربط يمكن تلقى 7-8 كيلومتر. 7-8 كيلومتر للسد تقصد؟ للسد اي. للسد. وبعد السد نفسها قداش تبعد بالطريق هذا؟ تلقى 35 كيلومتر. اما 7 كيلومتر عبارة أكثر من 30 الأخرين. صعب برشا، عانينا برشا. عانوا منها برشا، وقلت لك حتى المنتوج نتاع البحر بيدا قاعدين نبيعوا فيه بلاش فلوس. عكس تصوراتنا. محسن ظهر ولد الدوار، الحمد لله الطريق ظهر صحيح، قربنا من الدوار 2 كيلومتر حدرة. شنو حدرة؟ ربي وصلنا للدوار على خير. البقر الجيلي أو الماعز أول من استقبلنا في أطراف الدوار، دوار المقاسب، بعض المساكن الريفية المحصورة بين البحر وبين الجبل، موزعة من غير حتى نظام وسط الغابة. ترجلنا هكا هو الكربة ما عادش نجم تكمل، اخذينا الطريق في اتجاه البحر مصدر الرزق والمتنفس الحيوي للدوار. شط المقاسب موجود بين شط كاب نيجرو وشط الزويرة، مكان روعة في الجمال. قادنا عم محسن القصر الضيافة متاعه، مخزن ومستودع يخبوا فيه البحارة متاع القرية في الشبك متاعهم، وبجنبه موجودة بعض الفلايك. اليوم راحة، البحر ما يخدمش والموجة عالية. رغم ذلك دبرنا روسنا مكان أو بيسين طبيعي على الشط المقاسب، دايرة به الحجر ومحمي والموجة فيه مش عالية. دوار المقاسب أو شط المقاسب هبة من هبات البحر والجبل والغابة. لأول مرة حسينا رواحنا صحبة صديقنا علي المجنون بالكاميرا والتصوير، ولطفي المغرم بالسياقة والترحال، إحساس المكتشف كريستوف كولومب وقت اللي دخل أمريكا. روعة، اكتشاف مكان جميل، جمال يغني عن كل تعليق. رحلتنا بدت بندامة وفت بالفرحة والسلامة.